لما كنت في مصر كانت الناس كلها بتقول ان الرعاية الصحية في بريطانيا احسن بكتير من الرعاية الصحية في مصر، وان الدكاترة اللي موجودة هنا هي احسن بكتير برضو من الدكاترة اللي موجودة في مصر. فهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ فخلينا النهاردة في الفيديو اعرفكم اكتر عن الرعاية الصحية في بريطانيا. الفيديو ده الصراحة اتطلب مني كتير، وهو الرعاية الصحية او التأمين الصحي اللي موجود هنا في بريطانيا. فالفيديو ده هحاول افهمكم ايه هو التأمين الصحي والرعاية الصحية وشامل ايه بالظبط، وهل العلاج ببلاش وهل التأمين ببلاش، والدنيا هنا ماشية ازاي، لان في ناس كتيرة بتسأل اسئلة عن التأمين الصحي. فخلينا اعرفكم الاول ايه هي الرعاية الصحية. طبعا في حاجة كده في بريطانيا، في حاجة اسمها NHS، ودي خدمة الصحة الوطنية. فدي هي المسؤولة عن الرعاية الصحية في بريطانيا كلها، إذا كانت بقى عيادات، مستشفيات، إسعاف، أي حاجة هي تحت اسم ال NHS، أو هي أصلا ال NHS. طب هل بقى الرعاية الصحية هنا ببلاش ولا بفلوس؟ هي الصراحة الاتنين، يعني هي ببلاش وبفلوس في نفس الوقت. فلو انت مثلا شغال وعندك دخل، فانت بيتاخد جزء من مرتبك للتأمين الصحي اللي هو ال NHS، وطبعا كل واحد على حسب مرتبه. فلو انت مثلا مرتبك اقل من 12,000 مثلا، فانت ما بتدفعش حاجه. اللي بياخد اكتر من كده، ولها حسبه كده معينه، لانك انت مثلا اول 12,000 باوند في السنه بتقبضهم، ما بتدفعش عليهم تامين ولا ضرايب، بتدفع على اللي فوق ال 12,000. كل شخص شغال هنا ومرتبه عالي فهو بيدفع 10% من مرتبه للتامين الصحي. ولو انت مش شغال فانت ما بتدفعش اي حاجة خالص، وملكش ان انت تدفع، فانت بتتعالج بالمجان. ودي حاجة كويسة هنا في بريطانيا. الفلوس اللي انت بتدفعها للتأمين الصحي ما بتطلعش بس للرعاية الصحية، هي بتطلع للرعاية الصحية، وجزء منها برضو بيطلع للمعاشات، وجزء منها بيطلع لأي واحدة بتبقى حامل وتيجي تولد. هي بتاخد 9 شهور أجازة، ال9 شهور دول بيبقوا مدفوعين، فجزء من الفلوس انت بتدفعها دي تطلع ليهم. فدي حاجة كويسة جدا. بس برضو التأمين الصحي مش شامل كل حاجة، في حاجات مش تبع التأمين الصحي. الرعاية الصحية هي شاملة كل حاجة ما عدا 3 حاجات. أول حاجة هي السنان، حاجة العينين، ودول اكتر 3 حاجات الواحد بيقابل فيهم مشاكل. فاسنانك بتوجعك، بيجيلك ضعف نظر، حاجات زي كده. فعلشان تروح تكشف عليهم لازم تروح عيادة خاصة، ولازم تدفع فلوس. والسنان هنا الصراحة مكلفة جدا، وانا حاليا عندي ميعاد مع دكتور السنان دلوقتي هيشيك لي على اسناني. صراحة بيبقى هنا مكلف لو انت هتعمل حاجة زي حشو او خلع او حاجات زي كده. احنا لسه مخلصين الميعاد بتاع الدكتور، حرفيا احنا قعدنا جوه حوالي 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. قالت لي افتح بقك، شافت السنان مفيش حاجة، اقفل خلاص انت كده تمام. دفعت 26 باوند في يعني في الجلسه اللي انا قعدتها جوه دي. طبعا عشان تبيض سنانك عندهم تقريبا ب 300 باوند، فده سعر غالي جدا. يعني انت بتتكلم في 18,000 جنيه مصري. يعني انا انزل مصر اعمل تبييض واعمل السنان دي كلها مش هدفع المبلغ ده كله. من اول الحاجات اللي انت لازم تعملها اول ما تيجي بريطانيا، انك تروح للعياده اللي موجوده في المنطقه عندك. كل منطقه هنا ليها عياده، فبتروح تسجل معاهم علشان لو تعبت او حصل لك حاجه تقدر تكلمهم وتروح تاخد ميعاد انك انت تروح تكشف عندهم. فانت هنا لما بتتعب بتتصل بالجي بي او العياده، وجي بي اختصار لجنرال براكتيشنر اللي هو الممارس العام. فانت بتروح تكشف عندهم، ولو لا قدر الله لو في حاجه كبيره جدا فانت بتروح المستشفى، مش بتروح العياده، بتروح المستشفى على طول. لو مش هتقدر بتتصل بالاسعاف بتيجي تاخدك وتوديك المستشفى. المشكله بقى في الرعايه الصحيه هنا وعيوبها، لما بتروح العيادة علشان تكشف مش شرط اللي في العيادة يبقى دكتور، معظمهم بيبقى ممرضين، وممكن تلاقي مسعفين. آخر مرة كنت عيان كان عندي دور برد يعني جامد جدا الصراحة، وكان جابي. قعدت 5 أيام نايم على السرير، صدري ده مقفول، مناخيري مسدودة ومش قادر أتنفس منها، وحرفيا كنت تعبان جدا. فاتصلت بالجي بي قلت لهم انا تعبان وبتاع، فقالوا لي طب تعالى الساعه كذا. رحت، كانت اللي هناك كانت مسعفه، فقلت لها انا تعبان وشرحت لها يعني كل حاجه. حرفيا ما ادتنيش اي علاج، قالت لي خد مسكنات واشرب سوائل كتير، على اساس يعني اللي انا ما عملتش كده. لا انا لو سالت واحد في الشارع قلت له انا تعبان اعمل ايه هيقول لي الكلمتين دول، انا عايز علاج يعالجني. برضو زوجتي كان عندها شويه مشاكل، كان عندها التهاب جلدي في ايديها. راحت للعياده، العياده اديتها مرطب بس، فضلت فتره ومفيش نتيجه، فراحت للمستشفى. فالدكتور قال لها لا انت خليكي مع العياده وامشي على العلاج اللي الدكاتره او الممرضين في العياده اداهولك.
وكان اصلا كلها مرطبات يعني ما فيش علاج حقيقي. فقررت ان انا اخد صوره لايديها وابعتها لوالدتي. والدتي راحت للدكتور في مصر واخدت كشف والدكتور كتب لها على العلاج. وكان صاحبي حسن كان طلع معايا في فيديوهات قبل كده، كان نازل يتجوز في مصر، فهو راجع جاب لي العلاج معاه والحمد لله العلاج يعني جاب نتيجه على طول. هو مش افوره مني، بس هو فعلا الدكتور اللي في مصر ادانا علاج. هنا مش عايزين يدونا علاج فبيدوها مرطبات. مرطبات مش هتعمل اي حاجه، هي هتساعد بس مش هي الشيء الاساسي علشان يخفف الالم او يعالج المرض. وحماية برضو بقاله يعني حوالي هو سنة بيعاني من كليته بسبب اللي مفيش اهتمام كبير في المستشفى بحالته. فدي حاجة يعني وحشة جدا هنا في بريطانيا. هنا المشكلة ان الدكاترة مش بتدي اهمية للموضوع قوي. يعني حماية بقاله سنة بيعاني من كليته، فالمفروض هنا في رعاية صحية كويسة. بحكم شغل زوجتي فبتقابل ناس كتير جات لهم الاعراض الاولية لمرض السرطان، يعني بعد الشر على اي حد، يعني راحوا للعيادة والدكاترة ما ادتش اهمية كبيرة جدا للموضوع. وبعد كده الموضوع بدأ يتطور لغاية ما المرض اتطور وبقى العلاج بتاعه اصعب. وكانت الناس بتشتكي لمراتي على اللي حصل. فموضوع هنا صراحة صعب شوية. انت هنا بتدفع تقريبا يعني في حدود 50 60 باوند كل شهر للتأمين الصحي، فحاجة يعني هبلة جدا طبعا على حسب مرتبك. بس هنا المتوسط ما بين 40 ل 60. هنا لو لا قدر الله حصل لك حاجة رحت المستشفى، كل اللي انت هتعمله في المستشفى كل حاجة هتعملها في المستشفى ببلاش، فدي حاجة كويسة. العلاج بقى في انجلترا كل ده علاج من مصر. طبعا في حاجات تانية مرطبات وحاجات الواحد يعني جايبها. ده مضاد حيوي، دي بخاخة ليا عندي حساسية. هنا بقى علشان تروح تجيب حاجة زي كده مثلا او مثلا مضاد حيوي من الصيدليه، موضوع بيبقى صعب. ما ينفعش تدخل الصيدليه كده على طول وتقول لهم انا عايز مضاد حيوي، مش زي عندنا في مصر تماما. علشان تجيب مثلا مضاد حيوي زي كده او اي حاجه مثلا لازم الاول انك انت تكون تعبان او عيان، وبعد كده بتروح العيادة تكشف، وبعد كده الدكتور يكتب لك على العلاج اللي انت محتاجه. بيبعت الروشتة او بريسكريبشن بيبعته للصيدلية اللي عندك في المنطقة او اللي قريبة منك. هنا برضو كل منطقة بيبقى فيها صيدلية او اكتر على حسب. الدكتور بيكتب لك على الروشتة وبيبعتها للصيدلية اللي انت عايز تروح تجيب منها العلاج. وبعد كده انت بتروح للصيدلية بتقول لهم انا ليا علاج هنا، وهم بيسألوك على اسمك وتاريخ ميلادك وبيجيبوا لك العلاج وبيدوك العلاج. دلوقتي بقى هل العلاج ببلاش ولا بفلوس؟ العلاج ببلاش بس للناس اللي هم مثلا عندهم امراض معينه، زي مثلا السكر، حد عنده مشكله في الغده، امراض كده معينه يعني كذا حاجه. هم طبعا مش هفضل املهم لك. او لو مثلا الاطفال لغايه مثلا 16 سنه، او لو انت مثلا في الكوليدج اللي هو من 16 ل 18 في كوليدج، والحوامل بياخدوا العلاج ببلاش لغايه ما يولدوا. والعيل يكون عنده سنة بيفضلوا الفترة دي كلها بياخدوا العلاج ببلاش. يعني في كذا حالة، فانت لو مهتم اوي ممكن تدخل تبحث. لو حد بقى عادي زي حالتنا، لأول انا لما جيت كانت الروشتة كلها تمنها 10 باوند. يعني مثلا لو انا رحت للدكتور والدكتور كتب لي على اكتر من نوع علاج، مثلا نوعين او 3، الروشتة كلها بتبقى تمنها 10 باوند. دلوقتي بقى الموضوع مختلف. دلوقتي انا لو رحت للدكتور مثلا وكتب لي مثلا في الروشتة انا محتاج نوعين علاج او اكتر، فانا بتحاسب على الايتم، يعني على الحاجة الواحدة تمنها 10 باوند دلوقتي. فلو الدكتور كتب لك على نوعين علاج او اكتر بتدفع 10 جنيه على الايتم الواحد. الحاجات اللي انت ممكن تدخل تجيبها من الصيدليه عادي اللي هي الحاجات العاديه زي برشام صداع، ملاين، فرشه سنان، معجون سنان، حاجات زي كده تقدر تجيبها، تدخل الصيدليه عادي تجيبها. بس دواء زي مثلا ده او ده انت محتاج ان انت تروح تكشف الاول، والدكتور لازم يكتب لك على روشته. لما بقى تدخل الصيدليه مثلا تجيب برشام صداع زي ده، فده مش محتاج روشته من الدكتور، فبتدخل وتشتريه وبتدفع سعره العادي اللي هو سعره الاساسي، فده ب3 باوند، فانت بتشتريه ب3 باوند. الروشته هي الوحيده اللي انت هتدفع على الايتم 10 باوند. في اي علاج تاني من غير روشته بتشتريه عادي بسعره الاساسي.
فقول لي ايه رايك في التامين الصحي؟ انا شايفه هو كويس وفي نفس الوقت في عيوب. فانا شايف ان التامين الصحي هو حاجه كويسه انك انت بتدفع فلوس قليله، ولو حصل لك اي حاجه بتتعالج ببلاش. كمان انت لما تجيب عيال فعيالك هيتعالجوا ببلاش، فده كله هيوفر عليك كتير. فكل الحاجات دي هي حاجات كويسه. هي دي تجربتي، ممكن حد يكون تجربته كانت احسن من تجربته، هو حابب التامين الصحي وشايف ان الدكاتره كويسين جدا او الممرضين كويسين جدا او كانوا بيتعاملوا معاه بطريقه كويسه وعالجوه بسرعه مثلا او اي حاجه من الحاجات دي. بس انا تجربتي ما كانتش احسن حاجه. بس كده ده الفيديو بتاعنا خلاص، فاشوفكم الفيديو الجاي. متنساش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.